اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه أحلى وأجمل متابعين؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة دخول شهر رجب المبارك. كل سنة والأمة الإسلامية جميعا بخير. أحب أقول لكم بقى أنت ست عبير بقى خدتينا على البوتاجاز كده على طول من غير إحم ولا دستور وما نعرفش أنت هتعملي إيه. لا إن شاء الله تعرفوا كل حاجة. اول حاجه عايزه اقول لكم انتوا عاملين ايه في البرد والتكتكه وكده. عايزه اقول لكم الغدا النهارده انا عملته، انا ما نزلتش خالص من البيت خلاص، يعني بما ان الجو بقى برد وكده، وكمان عندي كده الولاد خلصوا الامتحانات، في منهم بيمتحن وفي خلص يعني، فالموضوع ايه قلب معايا بكسل. طب هكسل بقى؟ لا طبعا، قمت بقى كده. كان عندي شوفان زي ما انتم شايفين كده، ده عيش الشوفان اللي انا ايه حطيته في الطاسه ده. بس للامانه انا ما كنتش ناويه اصور، فاول لقطه عملتها اول مقطع يعني للتصوير بتاع الشوفان انا ما صورتوش، لكن هقول لكم على المقادير. مقادير العيش الشوفان اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، كوبايه ونص من دقيق الشوفان، او من الشوفان، هو مش دقيق يعني، هو الشوفان عموما. كوبايه ونص من الشوفان، نص كوبايه من اللبن، كوبايتين من الميه، مع نص معلقه من البيكنج باودر، وهضرب الكلام ده كله في الخلاط تمام كده. وبعد كده زي ما انتم شايفين كده، دي ضربه كده كويسه حلوه كده في الخلاط لحد ما تحسي ان القوام بقى سايل معاكي زي ما شفتيه كده وانا بنزله على طول في الطاسه. جبت الطاسه بتاعتي دهنتها دهنه من الزيت على خفيف، يعني مش عايزاها تبقى عايمه زيت خالص، ومسحتها بالمنديل. وبعد كده هتشوفي زي ما انت شايفه كده، انا عايزه الشوفان بتاعي يكون في القوام ده، يعني ولا يكون تقيل قوي ولا يكون خفيف. يعني حاولي كده بعينيكي كده تقدري المقادير، وزي ما انت شايفه كده بصي بتحطي كده حبه بحبه في الطاسه. عايزه رغيف اكبر من كده اعمليه، عايزه اقل اعملي اقل. انا شفت ان الحجم ده مناسب جدا. زي ما انت شايفه هو مجرد ما هيستوي هو هيسيب الطاسه ماشي. اول رغيف معايا طبعا انتوا عارفين عشان الطاسه بارده وكده فما انتفخش معايا، لكن ان شاء الله هتشوفوا دلوقتي الرغيف ده هينتفخ وهيبقى زي العسل. عايزه اقول لكم من الحاجات المفيده جدا العيش الشوفان ده للناس اللي هي ماشيه على نظام غذائي او بيعملوا دايت، او ان هم ما بيحبوش الاكل فيه دهون كتير، او ممنوعين من العيش لاي سبب من الاسباب. فالشوفان ده يا جماعه حلو جدا جدا، العيش ده حلو جدا لو عملتيه صح وعملتي المقادير بالمظبوط هتعشقيه ومش هتبطلي تعمليه، وما خدش مني اي وقت خالص. زي ما انتم شايفين بصوا بقى انتفخ، وعايزه اقول لكم على ريحته في منتهى الجمال. زي ما انتم شايفين كده ممكن اقول لكم المقادير تاني. خلاص معايا كوبايتين من الشوفان او كوبايه ونص اللي موجوده عندك، او كوبايه، يعني ممكن تشتغلي باي اي مقادير موجوده عندك. خلاص انا هقول لك مقادير كوبايتين من الشوفان، عليهم نص كوبايه من اللبن، عليهم كوبايتين من الميه، عليهم نص ربع معلقه من الملح، نص معلقه من البيكنج باودر. وهتضربي الكلام ده كله في الخلاط لحد ما تبقى عجينه ناعمه جميله معاكي. طبعا بقى الحله اللي على جنب دي بقى اللي انا سايباها كده تسخن، كنت هسلق فيها بقى مكرونه، لان طبعا كان اليوم ده كان اخر يوم في الامتحانات بتاع ابني، كان اخر يوم عنده يوم الخميس. فطبعا قلت ايه انا منزلتش بقى خالص من البيت، الجو برد بقى مع شويه تعب كان عندي كده، فما قدرتش انزل. فقلت بقى كل حاجه كانت موجوده الحمد لله، ربنا يا رب يملى بيوتكم بالخير والستر، كانت موجوده عندي. فطلعت على طول كده وعملت. فجه في دماغي بقى اعمل بقى ايه العيش الشوفان ده، وقلت ايه لا بالمره كده اصوره معاكم. شايفين يا جماعه الجمال وهو بينتفخ كده؟ اللهم بارك، جميل جدا. انا طبعا بضغط عليه كده بالسبتيوله او بالمعلقه، الحته اللي هي جت حته كده يعني اتقطعت معايا، ضغطت عليها بالمعلقه لقيت الرغيف انتفخ معايا. خلصت كده العيش بتاعه زي ما انتم شايفين زي الفل، زي القمر، زي العسل زيكم. وركنته بقى كده على جنب كده لحد ما نشوف بقى بقيه الغدا بتاعنا اللي ما كلفنيش اي حاجه خالص. بصوا البانيه ده انا طلعته من الفريزر كان متبل، سبته بس يفك. تبلته بايه؟ تبلته بميه بصل وملح وفلفل اسمر وزعتر والسبع بهارات، وكانوا موجودين يعني بصراحه في الفريزر. فطلعته بس يفك زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده جبت بضايه مع معلقتين من الميه مع فلفل اسمر وملح، واديتها ضربه كويسه، ونزلت بيهم على البانيه المتبل بتاعي زي ما انتم شايفين. وبعد كده هبدأ بقى ايه اجيب بقى الدقيق بتاعي والبقسماط، يعني عندي البوله دي او الطبق او ايا كان حاجه بتعملي فيها. حطيت نصها دقيق والنص التاني ده فيجيتار خلاص كده.
وهشيل بقى البانيه بتاعي من البيض او من الخلطه اللي انا عملتها له دي، هنزل بيها في الدقيق، وبعد كده ارجع تاني في الخلطه، وبعد كده انزل بيه على الفيجيتار. طبعا مفيش اسهل من البانيه، واحب اكله لاولادنا هي البانيه. تعملي ايه يا ماما النهارده؟ بانيه يا ماما، بانيه ومكرونه يا ماما. يا جدعان كل يوم يعني الود والدوم يا جماعه ياكلوا كل يوم بانيه ومكرونه. طيب بس التغيير مطلوب والتغيير حلو. فقلت بقى بما ان انا ما قدرتش انزل من البيت خالص، فطلعت الموجود وبارك الله فيما رزق. كان بصراحه غدا جميل جدا. وزي ما انتم شايفين كده خلاص الزيت كان سخن معايا، نزلت كده بكام قطعه من البانيه في الطاسه وهنقليهم عادي جدا. وفي كمان العين التانية دي كان معايا حله، حطيت فيها شويه من الزيت. بصوا البصل ده كنت مفرزاه زي ما انتم شايفين كده. بصوا كل حاجه يا جماعه، الفريزر ده نعمه كبيره من عند ربنا. كل حاجه موجوده في الفريزر بتطلعيها، والموضوع بيبقى سهل جدا معاكي، ما بياخدش حاجه خالص. زي ما انتم شايفين كده جبت البصله دبلتها في الزيت، وبعد كده نزلت بنص معلقه صغيره من الثوم، يا دوب اشم ريحه الثوم، ونزلت بايه بمعلقه صغيره من الكزبره. وهقلب الكلام ده الجميل ده كله مع بعضه كده. ونزلت بكيس او كيسين من الصلصه على قد ما بتحبيها دي فيها. ودي برضو كانت عندي قوطه متفرزه او صلصه متفرزه عندي في الفريزر. انا يعني حطيت نص الكيس، ما رضيتش اهدر واحط الكيس كله، لاني انا عامله كيس مكرونه، لان انا ما باكلش المكرونه يعني ما بتقلش فيها قوي علشان طبعا الدايت والكلام ده كله. فانا عامله الكيس على قد ولادي والحمد لله. بعد كده جبت بقى فلفل اسمر والملح، وحطيت نص كوبايه من الميه، لان الصلصه اللي انا حطيتها تقيله، فخففتها شويه وهسيبها كده هما غلوتين اتنين بس، وهطفي عليها او هنزل بالمكرونه على طول. وخلاص كده كان البانيه بتاعي اتحمر وبقى زي الفل، واداني اللون الذهبي الجميل. ولا اسهل ولا احلى من كده غدا، ولا اوفر كمان. يعني الحاجه اللي موجوده عندك في الفريزر دي نعمه كبيره من عند ربنا، بتريحك جدا. يعني حتى لو بصي لو الدنيا بقى بتشتي ومطره وبتاع وما عندكيش حد ينزل، او انتي تعبانه، كل حاجه اي حاجه موجوده عندك في الفريزر هتطلعيها هتنفعك. زي ما انتم شايفين نزلت بقى خلاص بالمكرونه، قلبتها تقلبتين كده وهغرفها كده. خلاص معايا جهز الغدا، اسرع غدا واحب غدا لاولادي. عايزه اقول لكم كل يوم مكرونه وبانيه يا ماما. يا ابني انت وهو الله يهديكم، الله يهديكم اختاروا اكل تاني. يا مكرونه وبانيه يا ماما. كنتش انا بقى اخترع لهم، ما بياكلوش. زي ما انتم شايفين بصوا البانيه مقرمش من بره وطري. وعايزه اقول لكم كمان انا نسيت اقول لكم ان انا ضفت معلقه نشا على الدقيق عشان البانيه بتاعك يبقى مقرمش. شايفين بقى العيش يا جماعه؟ عايزه اقول لكم حاجه كده جميله، سخن بقى كده ومفيش احلى من كده. وطبعا كنت عملت كده حبه ملوخيه ناشفه من بتاعه الشتاء، قلت بقى ايه ادوق كده بالعيش، حاجه تحفه وجميله. والمخلل اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، مفيش اسهل ولا احلى من كده غدا. ربنا يا رب يخليكم ليا وما تحرمش منكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، احلى واجمل متابعين في رعايه الله.